بكام يا غالي المساطر دي؟ ب 10 جنيه يا اخويا. طب انا عاوز واحده عليها اسم لارين. لارين ولا بالراحه؟ باي حاجه. لاقيها ولا ايه؟ اهو يابا ده حرف الراء. لا عاوز لارين. لارين باللام يعني؟ لا والله عمال ادور عليها ست بكل. طب بص عما تلاقيها انا هروح مشوار واجيلك ماشي؟ يا حبيب اخويا. ايه يا غالي لقيت الاسم ولا لا؟ ايه يا حبيبي؟ لا والله يا حبيب اخوك ما لقيتوش. مش لاقيه خالص؟ لا. طب يا باشا دور هنا ولا هنا؟ ادور يابا ماشي. يمكن تلاقي. ادور معاك طيب ولا اعمل ايه؟ طب ده الف ده ولا ايه ده؟ ده اللام ده يابا. في الف اهو. ده الف وده لام اللي جنب منه. طب وده ايه ده؟ ايه ده؟ ده الفلوس دي انت لا مالها دي؟ مالها ايه؟ خلاص مالهاش خلاص مالهاش. يابا ثواني بس كده هريحك. ما فيش اي حاجه يابا بقى. ده ما اعرفش يا دي عم ثانية بس كده هريحك. دي بتاعتك؟ ايه لا مش بتاعتك. طب طلعها من وسط الشغل ثواني يا عم كده بالله عليك. وسط ثواني الشغل يا عم ايه ده يا بتاع عم؟ ناس يابا. يا عم اهدى وريني كده الفلوس دي من ايه؟ اقول لك حاجه يا عم اقول لك لا حاجه. يابا ما تقوليش. والله مصلحه. لا يابا ولا مصلحة ولا غيره. والله مصلحه ليا يا عم وليك. اسمع مني يا عم الناس هتتحاسبنا وهتدعي علينا يا عم وريني. والله مصلحه ليا لا وليك. مش طالبة بالله طب عليك. اسمع مني دول اعملهم 5000 يا جنيه. عم ولا 100,000 جنيه الله الغني. خد يا عم خد يا عم انت لا يابا. 3. ولا 3 ولا 5 ربنا الغني. اسمع من اخوك هات الفلوس دي كده ده بتاعت ناس يا عم. خد بس انت 3 وانا 2. ولا حتى لو اديتني كلهم مش هاخدهم منك. احنا هنسيبهم مكانهم لحد صاحبهم ما يجي. يا باشا بقول له في يابا لا فلوس. الفلوس دي على الفرش وعايز ياخدها ويقسمني مش هينفع. سيبهم مكانهم كده لحد ما يجي صاحبهم. سيبهم بالله عليك. طب لو عارف انت عاوز تعمل ايه؟ انت عايز تاخدهم ليك وشكل ده صاحبك عاوزين تعملوا مصلحه مع بعض. يا الكلام ده انت اللي بعته؟ يا عم تعالى تعبان يا عم وحد الله بس كده واهدى وروق. هتاخدها ليك يعني؟ لا مش هاخدها ده ليه هي مكانها كده. كده لحد الصبح ولا لحد ما صاحبها ما يجي. ده هي كده بتحبوا نفسكم بس يا عمي ولا نفسنا ولا غيره في ربنا فوق يا ابن الناس. يا صاحبي دي فلوس احنا شغالين في ناس. الشارع عشان 200 جنيه الله يرضى عنك. لا لا صاحبي دي فلوس ناس فلوس دي. ناس دي يابا بعد اذنك. توكل على الله. روح يابا الله يسهل. وانت رايح فين؟ ايه اللي حصل فيه؟ يلا يا يا عم. باشا بقول لهم في مصلحه نعملها لاقينا ولا هنا. غيره يابا. بص الفلوس شايف الفلوس؟ يا عم انت سيب الفلوس لاقينا هنا. بس كده اصبر يا عم هات الفلوس. هتاخدها؟ هاخدها وهمشي بجد هاخدها والله وهمشي. سيبه هو يا هات فندم. الفلوس ده بتاعتي بتاعتي. اسمع يا عم لا ولا بتاعتك يا عم ولا بتاعتك بس كده. بس يا عم في ايه يا عم؟ طب بتزق ليه؟ بتزق ليه؟ هزعلك بتاعتي. يا باشا يا هو عم ابعد عني بقى قلت لك بقول هات يا عم الفلوس يا يابا عم. فلوسك يابا اديني امانه. هي فلوسك. يابا الفلوس يابا. استنى دي فلوس استنى اقول لك انا اهو. عمره فاهم التنال. ما هي كلها 200. فاهم يا بتاعتي. يا باشا انت بتقول هي فلوسك صح؟ طب هي كام؟ كام الفلوس دي 5000. لا مش هيكمل 5000 جنيه. يا 5. متأكد ان هم 5؟ قلت له اقل من 5 كلهم هعورك في وشك. اقل من 5 هاخدهم عشان دي فلوس. طب على فكره انا اقول له حاجه. انت خدت البيع حطيته في أنا- جيبك. انت شكلك حرامي. انا اقول له حاجه. انت شكلك انت حرامي. اللي شكلك بقى حرامي لان دي مش عشان فلوسك. دي مش فلوس. فلوس صدقني. بص اقول لك حاجه انت كداب على فكره لان دي مش فلوسك وفي كاميرا بتصورك على فكره والفلوس دي بتاعتي. خد يابا ما انت بتقول فلوسي. تعالى يا حرام تعالى يا حرام. دي فلوسي يا باشا والله تعالى كده. يابا انا سامعك. انت مش عارف اقول لك انت في قمه الاحترام والله والشهامه انتوا الاثنين. انما اللي مشى ده يعني بص ده شيطان ده ولا ايه ده؟ يا عم معلش كل واحد وحسب تربيته بقى. احنا متربيين ان احنا نجيبها بالحلال ربنا. ايه الدليل ان هي بتاعتك؟ 6000 جنيه. 6000 جنيه نعدهم لو ما طلعوش 6000 هعورك في وشك قدام عورني. الناس. 1 2 طب الفلوس دي 6000 جنيه كده. وبتوع ولا لا؟ لا يابا بتوعك. مش بضحك عليك حلال اهو. عليك. دي هديه ليك. لا يابا الله يستر عليك انا مش عايز منك حاجه. لو عايز صح تعمل واجب مع اخوك عالد اللي في وشي اللي في تعويره اللي في صدري دي ماشي يحق لي ان انا اخد. وانا مكسوف ان انا اقعد قدام عيالي بالمنظر ده وانا متعور. هو نصيب عامه يعني دي حادثه بس عادي يعني الحمد لله على كل شيء. يعني انت دلوقتي عاوز عمليه تجميل. نفسي اعمل عمليه تجميل. اكيد في دكتور تجميل بيتفرج علينا دلوقتي لو انت تقدر تعمله العمليه دي ويبقى كتر الف خيرك والله. بص الجرح عامل ازاي برضه منظره غريب والواحد نفسه يلبس فانيله قط كده زي الاول بس الحمد لله دي حادثه يعني انا مش متعور ولا متعارك مع حد.